طيب لو حد عمره ما اعترف فقدسك تحب تقول له ايه؟ احب اقول له ايتين في امثال 28 ايه 13 بيقول ايه: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها يعني من يعترف بيها ويتركها يرحم. ايه كمان كلنا عارفينها، موجوده في رساله يوحنا الاولى الاصحاح الاول ايه 9 بيقول ايه: ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. بشجع كل واحد انه يستمتع بهذا السر، بهذه السندة الإلهية، وكمان من أبويا الروحي اللي على الأرض. محتاج ليا سبورت روحي، مش هعرف أخده غير من الحتة ديت. يعني يا بختنا إن لينا آباء متاحين لينا يقومونا في الطريق الروحي، الذين بلا مرشد سريعا يسقطون. لأن أنا في الجلسة بتاعت التوبة والاعتراف قدام أبونا، هو مش فقط بتقول خطيتين ثلاثة وأبونا يحل، لا ده كمان بيحط معايا قانون روحي. قداسات شكلها عاملة ازاي، قراياتي شكلها عاملة ازاي، خدمتي شكلها عاملة ازاي، فبيبقى تقويم روحي ليا. أنا بقى ماشي براسي، فده كبر جوايا، ده ذات.